مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير، أحييكم وفي ميلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر وجمهورية الهند تبعث برسائل تهنئة. تنظيم عرض فني للضيوف المدعوين. تنظيم عرض فني للشعب والجيش في جنوب البحر الأحمر. البحث عن مفقودين بعد انهيار أرضي في منجم ذهب. الصين تدعو الولايات المتحدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي. ترامب يهاتف بوتين للمرة الثالثة هذا العام. السلام عليكم ورحمة الله. بعثت حكومات المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية الهند برسائل تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة يوم الاستقلال 34. وهنأ ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية الهند دروبادي مورمو باسمهم واسم حكوماتهم الرئيس ياسف ورقي، متمنين دوام الصحة للرئيس ياس والسلام والتقدم لإريتريا وشعبها. وأكد الرؤساء في رسائلهم جاهزيتهم لتطوير العلاقات والتعاون المتبادلين بين دولهم وإريتريا. نظم في سينما روما يوم أمس 18 من مايو عرض فني للضيوف المدعوين بمناسبة عيد الاستقلال. قدمت في العرض أغاني ومسرحيات وموسيقى استعراضية وقصائد شعرية بمختلف اللغات تعكس النضال التحرري والدفاع عن السيادة بمشاركة فرق سنيت وأدماس وسبريت وميراث، حيث بث البرنامج مباشرة عبر الفضائية الإريترية. وقال المشاهدون بأن البرنامج يعبر عن الاحترام والاعتزاز بشهداء الحرية والسيادة ويعكس وحدة وتماسك الشعب. وكان برنامج مماثل قد نظم للأطفال والمعاقين بمناسبة أعياد الاستقلال. وأفادت اللجنة الوطنية للاحتفالات بأن عرض فني للشعب من مختلف مناطق أسمر سينظم اليوم في ساحة الفاتح من سبتمبر. قدمت فرقة نسري التابعة للقيادة الشرقية عرضا فنيا للشعب والجيش في مختلف مناطق إقليم جنوب البحر الأحمر بمناسبة احتفالات ذكرى الاستقلال. نظم العرض الفني من 9 إلى 18 من مايو في مناطق رحيتة وكيلوما وأبو وحرسلة وجبته ودحتم ودبايسيما وألالي وبيلول. وأوضح المشرفون على الفرقة الفنية بأن العروض تضم أعمالا فنية جديدة وقديمة بجميع اللغات. وستقدم فرقة نسر الفنية عروضها في الاحتفالات التي ستنظم في عاصم من 23 وحتى 26 من مايو الجاري. دعا زائرون لموقعي مسحليت وقنفلون في مديرية حمل مالو يوم 17 من مايو إلى تنظيم زيارات جماعية منتظمة للمواقع التاريخية التي شهدت البطولات من أجل توريثها ونقلها للأجيال. شارك في برنامج الزيارة المنظم بمناسبة الذكرى 34 للاستقلال أكثر من 1300 شاب من الطلاب وعمال القطاع العام ومنتسبي قوات الدفاع وسكان إدارات ضواحي قزقزة وحمل مالو ووازنتت وقنفلوم، وقدم لهم شرحا من مشاركي الحدث. وأوضح قدام المناضلين المعارك التي خوضت في المنطقة والتضحيات المقدمة، منادين للتعرف على التاريخ النضالي. وذكر المشاركون في الزيارة بأن تنظيمها في أعياد الاستقلال له مضمون خاص، وتضمن البرنامج أيضا حفل فني. تجدر الإشارة إلى أن تل مسحليت الواقع على بعد 30 كيلومترا إلى الشمال من مدينة كرن شهد معارك استنزاف ضارية في شهر مارس من عام 1988 ودمر فيها بقايا جيش العدو الذي كان مرابطا في جبهة نادو، بينما شهد موقع قنفلوم الواقع على طريق حمل مالو قزقزة معارك ضارية لأكثر من 30 يوما عام 1976. ذكر مدير مديرية أفعبة السيد أحمد محمد نور رجب بأن تجميع القرى الذي نفذ في سنوات الاستقلال أسهم كثيرا في تحسين الحياة المعيشية للمواطنين.
وقال إن القرى التي تجمعت على خط أفعبت كرن وأفعبت قرورة وأفعبت شعب شجعت على تجمع السكان لإرساء الحكومة الخدمات الاجتماعية فيها. وحول توسيع الخدمات التعليمية أوضح وجود مدارس تقدم خدمات من المرحلة التمهيدية إلى المرحلة المتوسطة في أغلب إدارات الضواحي والإدارات المحلية، بينما توجد مؤسسات تعليمية تقدم خدمات منتظمة من المرحلة التمهيدية إلى المرحلة الثانوية في أفعبت وقلامت وقامتشيوه. وذكر بأن المؤسسات الصحية منتشرة في المديرية، بما في ذلك مستشفى متطور في أفعبت وعيادات في قادم حليب وفلكت وأقلامت ومركز صحي في قامتشيوه. وأشار إلى تمتع المديريات بخدمات الكهرباء المقدمة من محطة حرقيقو وخدمات بنكية ومياه شرب صالحة وطرق ممهدة من كرن ومصوعة. وتعتبر مديرية أفعبت الأكبر في إقليم شمال البحر الأحمر من حيث المساحة والسكان. عقدت ورشة عمل في مدينة صنعاء يوم 14 و15 من مايو تهدف للتعرف على المشاكل التي تؤثر سلبا على أداء ومشاركة الطلاب وخاصة الإناث في المنحدرات الشرقية في مديرية صنعاء. بحثت الورشة تقارير تفصيلية عن التقدم المحرز على مدى 34 عاما. وأشارت النقاشات التي جرت إلى أن عدم تجمع القرى وبعد المدارس وانخفاض اهتمام أولياء الأمور ومواقع القرى غير المناسب وزواج القاصرات والمصاعب الاجتماعية والاقتصادية وإهمال الطلاب ونقص المدارس الداخلية والظروف المعيشية من الأسباب الرئيسية لمقاطعة التعليم. وأوضح مدير مديرية صنعاء سيد إدريس علي شكر أن من المهم تنظيم تقييم ومناقشات مستمرة لمعرفة تقدم الاستثمار الجاري في التعليم ويساعد على معرفة أوجه القصور والمميزات. وذكر مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتزقي كداني وجود حاجة إلى اتخاذ إجراءات عملية لسد الفجوات والتحديات التي تم تحديدها في المنحدرات الشرقية في المديرية. ودعا المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم الجنوبي السيد قلاء أبتس فسلاسي إلى تعزيز دور كافة الجهات الحكومية وإدارات الضواحي والمجتمع، قائلا إن كونهم جزءا من الحل يؤدي إلى الكفاءة المرجوة. توجد مدرسة ثانوية واحدة ومدرستان متوسطتان و10 مدارس ابتدائية في المنحدرات الشرقية لمديرية صنعاء. يتم إنشاء سد في كولكولجا بتعاون الشعب والحكومة لحل مشكلة توفر المياه الصالحة للشرب وتنمية المزارع بالري في مديرية لوغو عنسبة. وأفاد المشرف على المشروع المهندس سهل جرمازيون إن السد يبنى بعمق 10 أمتار وعرض 60 مترا ليستوعب أكثر من 60 متر مكعب من المياه. وحث مدير ضاحية الدهنة القس برخت آب تخلى هيمانوت ومسؤولة وحدة التنمية الاقتصادية بالمديرية السيدة إلسا رؤسوم المواطنين للحفاظ على مرافق المشروع لضمان استمرارية خدمات توفر المياه. وأكد المواطنون وأعضاء لجنة التنمية بدورهم قيامهم بتنسيق قدراتهم لإنجاز المشروع في الوقت المحدد. وتعهد مدير مديرية لوغو عنسبة السيد إبراهام حقوس عند وضع حجر الأساس لتقديم إدارة المديرية الدعم اللازم لإنجاز المشروع قبل موسم الأمطار لهذا العام. قرية كولكول جاكا هي إحدى 22 قرى التابعة لمديرية لوغو عنسبة. نظم في مدينة دك أمحري يوم 18 من مايو سباق جماعي للعدو وألعاب القوى بمناسبة الذكرى 34 للاستقلال. نظمها قسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي وإدارة مديرية دك أمحري بتخصيص أكثر من 80 ألف نقفة، وينظم هذه السنة للمرة الثانية. اشتمل السباق الذي شارك فيه 53 رياضية و68 رياضيا من مديريات الإقليم الجنوبي وأندية ألعاب القوى في الجنوب والأوسط ودندن. اشتمل على 3000 متر و10,000 متر للسيدات و5,000 و10,000 متر للرجال. فاز في سباق 3000 متر سيدات العداء حريت هابته، وفي 5000 متر رجال العداء تخلى هيمانوت برهانه وكلاهما من مديرية عدو خالة. وفاز في سباق 10,000 متر الذي شارك فيه عداؤون مخضرمون للسيدات العداء الأولمبية راهيل دانييل، وللرجال العداء أمانييل برهي وهما من نادي الإقليم الأوسط. وقال مدير مديرية دك أمحري السيد ماني أبرة في الكلمة التي ألقاها إن المنافسة تعتبر استثنائية لإجرائها في مدينة دك أمحري التي شهدت حرب التحرير النهائية. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة السيد إبراهيم يوهنس إن السباق جزء من برامج احتفالات الاستقلال في الإقليم الجنوبي، مشيدا بالمشاركة القوية.
وقدمت في الختام الكأس والميداليات والجوائز المالية للفائزين. بعد الفاصل سيداتي وسادتي عودوا بالأخبار الخارجية. تبحث فرق الإنقاذ في إندونيسيا عن مفقودين بعدما تسببت أمطار غزيرة في حدوث انهيار أرضي في منجم الذهب بمنطقة بابوا في أقصى شرقي البلاد. وأوضح المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث أن الأمطار الغزيرة تسببت في انهيار أرضي في وقت متأخر من الجمعة في منجم صغير يشغله سكان محليون في جبال أرفاق بإقليم بابوا الغربية. وأضاف أن الانهيار الأرضي طال الملاجئ المؤقتة التي يستخدمها عمال المناجم وأودى بحياة 6 أشخاص وفقدان 14 آخرين. وذكر مسؤولون أنه تم نشر ما لا يقل عن 40 من رجال الإنقاذ مع أفراد الشرطة والجيش للبحث عن المفقودين. وأوضح رئيس فريق الإنقاذ المحلي لوكالة رويترز اليوم الاثنين أن رجال الإنقاذ بدأوا عملية البحث الأحد فقط، لأن الأمر استغرق 12 ساعة على الأقل حتى تتمكن الفرق من التوجه إلى الموقع. دعت الصين الولايات المتحدة لاتخاذ سياسات مالية واقتصادية مسؤولة بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي العالمي وحماية مصالح المستثمرين حول العالم. وأدلى متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي يومي ردا على سؤال حول تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة. جاءت تصريحات بكين بعد إعلان موديز خفض تصنيف الولايات المتحدة على خلفية المخاوف المتعلقة بتزايد عبء الدين العام وتزايد التحديات المالية والسياسية التي تواجه واشنطن في ظل نمو الدين بوتيرة متسارعة. أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث مساعي إنهاء الحرب في أوكرانيا بعد انسداد أفق المحادثات. ويعد هذا ثالث اتصال رسمي بين الرئيسين خلال العام الجاري، حيث تقود إدارة ترامب جهودا دبلوماسية لإنهاء النزاع الذي ترى أنه كبد الولايات المتحدة خسائر كبيرة. وقبل ساعات قليلة من المكالمة صرح جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي بأن واشنطن تدرك أن الطريق نحو إنهاء الحرب صار مسدودا، وقد تضطر للانسحاب من المساعي الراهنة إذا لم تجد تجاوبا من طرف موسكو. من جهة أخرى قال الكرملين إن المحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب ستأخذ في الاعتبار نتائج المفاوضات التي أجريت في اسطنبول قبل أيام. في الختام سادتي إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية الهند تبعث برسائل تهنئة. تنظيم عرض فني للضيوف المدعوين في أسبوع. كذلك تنظيم عرض فني للشعب وأفراد قوات الدفاع في جنوب البحر الأحمر. البحث عن مفقودين بعد انهيار أرضي في منجم الصين تدعو الولايات المتحدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي. ترامب يهاتف بوتين للمرة الثالثة. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإذاعية.